Welcome aboard. Activate. 2023 سنة كبيرة للألعاب، شفنا فيها لحد دلوقتي أسامي كتير كبيرة وناجحة، بعضها كان ريميك لألعاب قديمة زي ديد سبيس وريزيدنت ايفل 4، وبعضها أسامي جديدة تماما زي اتوميك هارت وهوجورتس ليجاسي، ولسه في ألعاب كتير جدا هتنزل السنة دي. في الفيديو ده هتكلم عن 10 من أقوى الأسامي المنتظرة. اهلا بيكم في فيديو جديد. انا بارا من اربي بلايز. حابب كالعاده اكد ان كل الالعاب اللي هنتكلم عنها العاب قويه جدا، والترتيب في الفيديو مش معناه بالضروره ان حاجه افضل من حاجه، لكن الموضوع يختلف من شخص لشخص حسب نوع الالعاب اللي بيفضلها، وان العاب السنه دي كتير جدا ففي اسامي مش هتبقى في العشرة، لكن ممكن نغطيها في فيديوهات تانية بعد كده. وقبل ما نبدا اعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع اخبار وتختيمات كامله للالعاب، ويلا نبدا. It happened while no one was watching, like roots into the earth. Vampires. المركز العاشر ريد فول. Gods. Unimaginably powerful vampires ruling over Redfall. The Hollow Man, Bloody Tom, Miss Whisper, the Black Sun. Gods created by science, but how do we stop them? ريد فول لعبة اوبن وورلد FPS من تطوير استوديو اركين، الاستوديو التابع لبيثيسدا والمطور لديس لوب وديس اونر. اللعبة مستوحاة من رواية الفامبايرز لستيفن كينج سالم زلوت، بتدور احداثها في جزيرة ريد فول اللي حصل فيها غلطة في تجربة علمية خلت الناس في المدينة تتحول لفامبايرز. اللعبة فيها 4 شخصيات ليهم ستايل وقدرات مختلفة ممكن تلعب بيهم. تقدر تلعب اللعبة كلها سولو لوحدك او تلعبها كوبريشن مع لحد 3 من اصحابك. Work. I'm the last and the first. I will take everything. ريد فول هتنزل يوم 2 مايو الجاي، وهتكون حصرية للبي سي واكس بوكس اكس واس. باسم ابن إسحاق. المركز التاسع Assassin's Creed Mirage. Once thought you were. I am. Ready to sacrifice everything you held close. I am. And from the light, you will return to the dark. يوبي سوفت بمناسبة مرور 15 سنة على Assassin's Creed فرانشايز قرروا انهم ينزلوا بجزء جديد يكون اشبه بالاجزاء الاولى من السلسلة. اللعبة هتدور احداثها في بغداد في القرن التاسع الميلادي، وهنلعب فيها بشخصية باسم ابن اسحاق، ومش هتكون لعبة اكشن ار بي جي في عالم مفتوح كبير جدا زي اخر اجزاء، لكن هتكون في عالم اصغر وهتركز اكتر على الاساسينيشن والستيلز والباركور والتخفي في المدينة الزحمة. وطبعا مش هتكون طويلة جدا زي اوديسي وفالهالا اللي كان فيهم حوالي 100 ساعة من المحتوى، لكن هتكون في حدود ال 20-25 ساعة.
this day forward, you are a hidden one. ميراج هتنزل في 2023 لكن لسه ما نعرفش الميعاد المحدد، وهتكون متاحة للبي سي والجيل الحالي والقديم من البي اس والاكس بوكس. المركز الثامن The Lords of the Fallen. Giver of life and light. In your divine radiance, we trust. جزء جديد من لعبة السولز لايك دارك فانتزي ار بي جي لوردز اوف ذا فولن من تطوير هيكس ووركس وسي اي جيم. هتكون على حد وصف مطورين اكتر سوداوية وتحدي وبكومبات اسرع من الجزء اللي فات، وعالم اللعبة هيكون اكبر، هنستكشف فيه عالمين متوازيين اللي هم عالم الاحياء وعالم الموتى، وكل مرة هتموت فيها في اللعبة هتصحى في عالم الموتى اللي طبعا هيكون سوداوي ومخيف. اللعبة هيكون فيها اونلاين اليمنتس تشبه العاب السولز، تقدر تستدعي لاعب تاني يساعدك، بس هتكون ساعتها بتفتح على نفسك الباب ان لاعب تاني يهجم على العالم بتاعك. The Lords of the Fallen هتنزل في 2023 لكن لسه ما نعرفش الميعاد المحدد، وهتكون متاحة للبي سي والبي اس 5 واكس بوكس اكس واس. Vanquish the darkness. The Lords of the Fallen. Rise. المركز السابع The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Hyrule, eliminate this kingdom and her allies. Leave no survivors. جزء جديد من لعبة الأكشن أدفنتشر هتكون سيكوال لبريس اوف ذا وايلد اللي حققت نجاح كبير وكسبت أفضل لعبة في 2017. طبعا اللعبة من تطوير نينتندو وهتدور أحداثها في عالم الجزء اللي فات هايرول، لكن بأجزاء كتير منه في السماء. هيكون في وسائل تنقل جديدة في اللعبة، وأكيد في أسلحة جديدة وقدرات جديدة للينك. باستثناء كده ما نعرفش كتير عن قصة اللعبة لأن نينتندو متكتمين جدا رغم قرب ميعاد نزولها. You'll be able to stop him. Tears of the Kingdom هتنزل 12 مايو الجاي وهتكون حصرية للنينتندو سويتش. Your Highness! Run! No! Joshua! المركز السادس Final Fantasy 16. Revenge is a weapon. I sometimes wonder if I am controlling it, or if it's controlling me. جزء جديد لسلسلة الفانتزي ار بي جي فاينل فانتزي من تطوير سكوير انكس، هتدور احداثه في عالم جديد اسمه فاليسيا وبقصة وشخصيات جديدة، والجيم بلاي في اللعبة هيتغير من التيرن بيز كومبات اللي اشتهرت بيه السلسلة لسنين وهيتحول لريل تايم اكشن، هيشبه بشكل كبير الجيم بلاي اللي شفناه في ديفل ماي كراي 5. What do we do? The usual. 13 years I've waited for this chance. I won't be dying today. Come to me, Ifrit!
فاينل فانتسي 16 هتنزل يوم 22 يونيو الجاي، وهتكون حصرية بشكل مؤقت 6 شهور للبلاي ستيشن 5، وبعدين هتنزل للبي سي. Jedi. Remind our friend here why his kind are supposed to be dead. Here we go. المركز الخامس ستار وورز جيداي سرفايفر. On your shoulders. I cannot tell you who you must become, or where the line is drawn. There are no easy choices. These are dark times. We have few allies. Good to see you, Cal. جيداي سرفايفر من تطوير استوديو ريسبون هتكون سيكوال لجيداي فولن اوردر، هنكمل فيها قصة كال كيستس. العالم في اللعبة هيكون أكبر من الجزء اللي فات، وهيفضل فيها إيليمنتس تشبه ألعاب السولز، ويطوروا فيها قدرات جديدة للفورس وأساليب قتال جديدة هيستخدمها كال على حسب الأنسب للموقف. فمثلا ممكن نحارب بلايت سيبر واحد أو 2 مع بعض، أو سيبر وبلاستر وغيرهم. اللعبة هيكون فيها 7 كواكب من عالم ستار وورز زي كوبو كورسانت، هيكون فيها أجزاء عالم مفتوح وأجزاء لينير. We must stand against the darkness. ستار وورز جيداي سرفايفر هتنزل الأسبوع ده يوم 28 إبريل، وهتكون متاحة للبي سي والبي اس 5 وإكس بوكس إكس وإس. المركز الرابع ديابلو 4. Today we fight true in his holy name. جزء جديد من سلسلة الأكشن ار بي جي ديابلو من تطوير بليزرد. الماب فيها هتكون أكتر من 10 مرات أكبر من الأجزاء اللي فاتت في السلسلة، وهتكون عالم مفتوح فيه 5 مناطق مميزة ومختلفة عن بعض يقدر اللاعب يستكشفها. There's all kinds of surprises as you're exploring. في المدن والأجزاء المفتوحة من العالم هتقدر تشوف اللاعبين التانيين وتتفاعل معاهم، وتتشاركوا في ايفنتس عامة تحاربوا فيها بوسز عشان جوائز معينة. لكن في الكهوف والدنجنز تقدر تختار انك تلعب سولو لوحدك او مع حد تاني. It's so easy to create a community. It makes Diablo more of a social experience. We've got fully enabled crossplay. If you have an Xbox and your buddy has a PC, you're going to be able to group up. Or you could play couch co-op. 2 people on a couch can sit there and have a great experience. وهيكون في أجزاء من العالم مخصصة للبي في بي هتقدر تحارب فيها اللاعبين التانيين. If you go there, you can start swinging away at people. It takes all of the pillars of a Diablo game and just expands them with all of the new features that people really love and appreciate in modern games. ديابلو هيكون فيها 5 كلاسز ممكن تختار منهم، وهتقدر تعمل كاستمايزيشن أو تغيير كامل لشكل الكاركتر بتاعتك، الشيء اللي ما كانش موجود في الأجزاء اللي فاتت. Then I can play the fantasy that I want to play. It allows you to switch around your playstyle as well. ديابلو 4 هتنزل يوم 6 يونيو الجاي، وهتكون متاحة للبي سي والجيل الحالي والقديم من البي اس والاكس بوكس.
المركز الثالث Armored Core 6. بعد أكتر من 10 سنين من آخر جزء، فروم سوفت وير قررت ترجع لسلسلة الثيرد بيرسون ميك أكشن لعبة الآليين أرمورد كور. ورغم إننا لسه ما عندناش تفاصيل كتير عن اللعبة، لكن بعد سنين من النجاحات الكبيرة للاستوديو بألعاب السولزبورن وسكيرو وإلدر رينج، ما نقدرش نتوقع غير لعبة كبيرة وناجحة. بتدور أحداث اللعبة على كوكب روبيكون 3 اللي حصل عليه انفجار أدى لانقراض كل أشكال الحياة على الكوكب، وسيطرة للآلات وصراع بين جيوش الشركات الكبرى للسيطرة على مادة ظهرت على الكوكب هتساعد في تطور التكنولوجيا عند البشر. اللعبة بتهتم بتفاصيل الآلي اللي بنبنيه ونستخدمه في اللعبة علشان نتخطى التحديات الكبيرة اللي هتقابلنا، لأنها زي كل ألعاب فروم سوفت فيها تحديات وبوس فايتس كبيرة. واللعبة هيكون فيها قصة جديدة مش مرتبطة بالأجزاء القديمة للسلسلة، وده يسمح للاعبين الجداد اللي ما لعبوش أي جزء من أرمورد كور قبل كده إنهم يلعبوها. Armored Core 6 هتنزل في 2023، لكن لسه ما نعرفش الميعاد المحدد، وهتكون متاحة للبي سي والجيل الحالي والقديم من البي اس والاكس بوكس. المركز الثاني سبايدر مان 2. For as long as I can remember, I have looked for an equal. One who could push me. بعد نجاحات كبيرة جدا لاستوديو انسومنياك في سبايدر مان وسبايدر مان مايلز موراليس، هينزلوا بجزء جديد هنكمل فيه رحلة بيتر باركر ومايلز موراليس. الجزء هيشهد ظهور شخصية فينوم، واحد من أشهر الفيلنز في عالم سبايدر مان، وانسومنياك قالوا إنه مش هيكون الفيلن الوحيد اللي هيظهر. وعلى الرغم من الدويتو بين بيتر ومايلز في التريلر ادى الناس انطباع إن اللعبة ممكن يكون فيها كوبريشن وتلعب مع حد من أصحابك، لكن الاستوديو أكد إنها تكون سنجل بلاير. سبايدر مان 2 هتنزل في 2023، أغلب التوقعات بتقول في شهر سبتمبر، وهتكون حصرية للبي اس 5. This is Constellation Star Station LO868. Welcome aboard. والمركز الأول ستار فيلد. The eye is showing signs over another one of those big anomalies. Maybe you catch a smile and uncover the source of it all. استوديو بيثيسدا اللي قدم لنا سلسلتين من اشهر سلاسل الار بي جي على الاطلاق، فول اوت وذا إلدر سكرولز، شغال على مشروع جديد المره دي ار بي جي في الفضاء. وستار فيلد هي اول مشروع لبيثيسدا بعد ما الاستوديو بقى تابع لمايكروسوفت، فاللعبه واخده وقت واهتمام كبير منهم، لذلك تم تاجيل نزولها كذا مره عشان تنزل في افضل شكل ممكن. بتدور احداث اللعبه سنه 2330 في عالم كبير جدا فيه 1000 كوكب كامل للاستكشاف، وهيكون فيها كل عناصر الار بي جي، من تغييرات في الشخصيه وتصنيع وتعديل في الاسلحه وبسفينه الفضاء الخاصه بيك، وحاجات تانية كتير من اللي شفناها في العابهم اللي فاتت، زي الفاكشنز اللي ممكن تنضم ليها، والكومبانيونز اللي بتختار يسافروا معاك ويساعدوك في مهماتك، وشجره كبيره من المهارات اللي بتكتسبها وتطورها كل ما تزيد في الليفل في اللعبه. لذلك بيوصفها تود هاورد المنتج التنفيذي لبيثيسدا انها اشبه بسكايريم لكن في الفضاء، وبيقول ان الاستوديو استعان بناسا وستارلينك عشان يخلوا الفضاء في اللعبه دقيق علميا بشكل كبير. وكمان اكد هاورد ان الاستوديو هيدي سماح كامل لصناع المودز انهم يضيفوا مودز ومحتوى للعبه، الشيء اللي بيخلي العاب
ألعاب بثيسدا تتلعب لسنوات طويلة بدون أي ملل. The artifact you found appears to be one of many, scattered across the galaxy. If we can find more, we can unlock their secrets. Beautiful, isn't it? The man who sold me this told me that it spoke to him. Of course, the settled systems is full of groups with other priorities. That's the Crimson Fleet! Everybody get ready! The fleet doesn't follow the rules. Agree to work for UCC Steph. Together, we take down these cutthroat pirates. We're not just here to shoot the bad guys. We're peacekeepers. We protect the people of the Free Star Collective. When you sign up with the Crimson Fleet, no one quits. The only way out is death. The path ahead may be dangerous, but we are not stopping. Most Dusties don't even make it this far. Because whatever lies at the end of this road will change humanity forever. بثيسدا هتعمل مؤتمر يوم 11 يونيو تعرض فيه تفاصيل اكتر عن ستارفيلد اللي هتنزل يوم 6 سبتمبر وهتكون حصرية للبي سي واكس بوكس اكس واس. وبكده نبقى خلصنا ال10 العاب اللي عندنا. قولولي في الكومنتات ايه اكتر لعبة منتظرينها السنة دي، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.